في أحد الدول الأوروبية بيظهر رالف، وهو هنا لاستكشاف قبو قديم وضخم تحت مبنى عملاق، والناس بتقول إنهم بيسمعوا أصوات مرعبة منه. فرالف معاه المصور وصديقته وهيدخلوا للقبو وهيستكشفوه، ورالف ما بيخافش من الأشباح ولا حتى الشياطين. واقتحموا المبنى المقفول بالليل، وجنب مصعد البيت لقوا مدخل القبو، وتسللوا وفتحوا الباب المقفول ونزلوا للقبو، وحسوا فيه بطاقة غريبة وشمين ريحة دم. ورالف متحمس وحاسس انهم هيستمتعوا هنا، ولكن المشكلة انهم لقوا الباب اتقفل عليهم ومش عارفين يخرجوا، وكل واحد من التلاتة لقى باب اتفتح له، وكلهم انقسموا عن بعض ولقوا المانيكان الغريب في كل مكان، وفيه كيان شيطاني مرعب هجم عليهم وقتلهم كلهم. وبعد فترة بيظهر تومي المصور اللي في زيارة لنفس الدولة الأوروبية اللي كان فيها رالف، وخبط على صاحب المبنى واسمه كران، ولقاه قدامه ودايما بيخوفه. وتومي بيستأذنه انه هيعمل حفلة الليلة مع اصدقائه، ولكن كران رفض لانه محدش هنا بيحب الدوشة، وحذر تومي انه لو عمل اي حفلات هو هيكلم الشرطة. وفشل تومي انه يقنع كران، وكمان مش عارف يتصرف خالص، وراح لصديقته سوزي وقال لها، وقالت له انهم مش هيهتموا بكلام كران العجوز، وهيعملوا الحفلة الليلة وهيحاولوا انهم ما يعملوش دوشة. والليل حل والحفلة حصلت، والدوشة منتشرة في كل مكان، والناس كلها مستمتعة وكلهم فرحانين. وبيظهر اول صديق لتومي وسوزي وهو جين ومعاه حبيبته ايامي، وكمان ظهر صديقهم المتنكر في قناع الحصان وشرب مشروبات كتيرة ومش مركز خالص. والشباب كلهم مكملين احتفال مع صديقهم الاخير اللي اسمه كايل. وفجأة التليفون رن، ولما ردت سوزي راحت لتومي وقالت له ان الشرطة وصلت ومستنيينه عند باب المبنى تحت ولازم يروح يكلمهم. ولما نزل تومي عن طريق المصعد لاحظ ان باب القبو مقفول عادي، وراح للشرطة واعتذر لهم وانهم هيكملوا الاحتفال بدون دوشة، ولكن الشرطة رفضت وطلبت منه ينهي الحفلة فورا لانه سبب ازعاج للناس، وحذروه ان ده اخر انذار ليه. وكمان حذروه من الدخول لقبو المبنى لانه فيه شباب لما دخلوه اختفوا. وراح تومي للشباب وطلب منهم انهم يمشوا، والحفلة انتهت بسبب الشرطة مش بسببه. والصديق المتنكر نايم ومش حاسس بحاجة خالص، واصدقاء تومي لازم يفكروا معاه ازاي يعملوا حاجة ممتعة مكان الحفلة اللي باظت. ولقوا السيد كران باصص عليهم، وزي ما حذر تومي هو كلم الشرطة. والشباب اتفاجئوا لما لقوا ان سوزي عندها خبرة في التواصل مع الارواح والاشباح، وهم هيعملوا جلسة للتواصل معاهم عشان يضيعوا الوقت ويستمتعوا. وكلهم ما عندهمش مشكلة وبيهزروا ومحدش فيهم خايف، حتى صديقهم المتنكر هيشارك معاهم. وقفلوا الأضواء ومعاهم ضوء الشموع بس، ولازم يركزوا في الجلسة وينادوا بالاسم على أحد الأرواح الطيبة لأنهم عايزين يتواصلوا معاه ويتجنبوا التواصل مع أي روح شريرة. وقالت لهم أيامي على اسم جدها ونادوا عليه بالاسم، وهيبعدوا عن أي أرواح شريرة لأنها هتكون خطيرة عليهم. وجد أيامي هو مجرد رجل صالح ودايما كان بيلعب معاها. ولما نادوا على اسمه سمعوا صوت من المطبخ، ولما راح تومي يتأكد لقى قطة سوزي كسرت له احد الاثار الخاصة بجدته. وتومي متضايق وقال لسوزي ان هم بيعملوا جلسة التواصل هو كان بيفكر في جدته الميتة. وخافت سوزي لان تشتتهم عن التواصل مع جد ايامي ممكن يتسبب في هروب روح شريرة من عالم الموت، والروح دي ممكن تسكن جسم حد منهم. فراحوا يكملوا الجلسة وهتتأكد سوزي لو فيه روح شريرة معاهم. وأيامي بتنادي على جدها الطيب عشان يرد عليها، وفجأة سمعوا صوت من بره البيت واتضايق كايل وخرج يزعق للشخص اللي بيعمل فيهم مقلب. وهم كلهم ما خدوش بالهم ان قطة سوزي خرجت من الباب، وكده هيضطروا انهم ينهوا الجلسة لانه بسبب صوت كايل العالي ممكن الشرطة توصل لهم من تاني. ولكنهم فجأة لقوا صديقهم المتنكر صحي وكمان سابهم ومشي وما بيتكلمش، وحسوا انه متغير. ولاحظوا كمان ان القطة اختفت وبيتمنوا انه رايح يدور عليها، وحسوا بالقلق وكلهم هيروحوا يدوروا على القطة وكمان صديقهم المتنكر.
ونزلوا من الشقة ووصلوا لتحت المبنى. واستغرب تومي لما لقى باب القبو اتفتح وهو اصلا كان مقفول من زمان، والشرطة حذرته منه بسبب الشباب اللي اختفوا فيه، واكيد صديقهم المتنكر هو اللي فتح الباب، واكيد القطة في القبو وكلهم لازم ينزلوا للقبو ويلاقوا صديقهم. ولما وصلوا للقبو حسوا بالطاقة الغريبة وشموا ريحة الدم، وسابوا الباب من وراهم مفتوح عشان لو احتاجوا انهم يهربوا، واكيد هم هيلاقوا صديقهم والقطة بسرعة. ولما دخلوا للقبو لقوا قناع صديقهم، ولما قربوا منه لقوا عليه دم، وطلع كايل سكينته وحاسس انه فيه سفاح هنا. ولما كملوا الطريق لقوا دمية مهرج، وكمان لقوها بتتحرك لوحدها، وسمعوا صوت، ولما تتبعوه لقوا صديقهم اللي سكنته روح شريرة ولكنه بيموت بسبب السفاح الشيطاني اللي هجم عليه وشاور لهم على المانيكان. وفجأة لقوا السفاح الشيطاني في وسط المانيكان. السفاح الشيطاني ده قدر انه يتغلب على صديقهم اللي جواه الروح الشريرة، وجريوا بسرعة ووصلوا لغرفة وقفلوا الباب على نفسهم، وسامعين اصوات الشيطان السفاح وهو مراقبهم من خلال الجدران. وقالت سوزي ان الشياطين لا تموت وهم محاصرين هنا، وكمان سامعين صوت القطة، ولقوا ان صوت السفاح اختفى، وحسوا انه بعد عن الباب وفتحوه عشان يدوروا على مخرج من هنا، ولقوا آثار الدم على الباب، ولقوا كمان آثار دم على الأرض، ومش لاقيين أي باب مفتوح، أكن السفاح عايزهم يكملوا في الطريق اللي هو محدده ليهم، والطريق ده هو اللي فيه الدم. ووصلوا لمكان صديقهم المقنع ولقوه اختفى، وما عندهمش حل غير انهم يدوروا على أي أسلحة لحمايتهم من السفاح. ولما كملوا طريقهم لقوا رسومات على الجدران وإنه في حد عايش هنا من زمان، وده طبعا مش مطمئن لأنهم كده اقتحموا مكان الشيطان السفاح، ومش لاقيين اي اسلحة لحماية نفسهم، ولازم يكملوا الطريق ويدوروا على اي مخرج. وهم ماشيين لقوا فجأة قناع الحصان ظهر، وفي حد تحت القناع، ولما راحوا يشيلوا القناع لقوا مانيكان عادي، ومش هيطمنوا الا لما كايل ياخد القناع معاه عشان السفاح ما يخوفهمش بيه من تاني. ولقى جين مناطق على الارض ما فيهاش تراب، وده دليل انهم لو تتبعوها هيوصلوا لمخرج التهوية، ولكن فيه اماكن تانية عليها تراب، ولكن تحت التراب ده فيه خطوات اقدام الشيطان السفاح. الشيطان ده حاول يخفيها عشان الشباب ما يعرفوش مكانه، وهم كده بيتعاملوا مع شيطان ذكي. وساب كايل قناع الحصان لانه زهق منه. ولما كملوا الطريق لقوا شموع بترشدهم لطريق تاني، ولقوا المزيد من العلامات الشيطانية في كل مكان، زائد طبعا المانيكان المنتشر. ولقت سوزي دميتها عليها دم في وسط دائرة طقوس كبيرة. والسفاح ظهر من ورا كايل وأصابه، ولكن الشباب بسبب كترتهم قبضوا على السفاح وربطوه في وسط دائرة الطقوس، واكتشفوا ان السفاح هو بنت وبتنادي بلغة شيطانية على حد، وكايل عايز يصيبها عشان ينتقم منها لانها اصابته، ولكنه مش قادر بسبب تعبه. وقرروا انهم يولعوا في الشيطان السفاح، وده الحل الوحيد للقضاء عليه والعودة لعالم الجحيم. وسمعين صوت الشيطان وهو بيصرخ وبينادي على حد، ولكنهم ما اهتموش لانهم كده اكيد في امان. ولما كملوا طريقهم لقوا كايل تعب جدا ومش قادر يمشي بسبب اصابته، وهيضطروا انهم يسيبوه هنا، وهيخرجوا وهيكلموا الشرطة والاسعاف، وهو خايف جدا لانه مش عايز انه يكون لوحده هنا، ولكنهم ما عندهمش حل تاني. والشباب ماشيين سامعين صوت قطة سوزي، وتتبعوا الصوت ووصلوا لغرفة قديمة، ولما دخلوها لقوا مانيكان ماسك سكينة، وحسوا بالخوف ولكنهم ضحكوا لانهم خافوا من مجرد مانيكان. وراح كايل يشغل النور اللي فصل، ولكنه لقى السفاح الشيطاني لسه حي وهجم عليه وقتله، والشباب جريوا، والسفاح غاضب وبيطاردهم لانهم حرقوه. والشباب وصلوا لطريق مسدود والسفاح محاصرهم ومستمتع كمان بخوفهم، وبيحاول يختار يقتل مين الاول، ولكنه فجأة سمع صوت وفي حد غريب دخل للقبو، والسفاح جري وسابهم عشان يعمل فخ للشخص الغريب ده،
وعلى حظهم انهم نجوا منه بمعجزة. والشباب مكملين الطريق لقوا الشخص الغريب اللي دخل للقبو، وهو السيد كران، وهو الوحيد اللي معاه مفتاح القبو. ولما لقى الباب مفتوح نزل عشان يطمن عليهم، وقالوا له عن السفاح الشيطان اللي حرقوه ولكنه لسه حي، وكمان قالوا له انه قتل جن وصديقهم المتنكر واصاب كايل، واضطروا انهم يسيبوه ولازم يكلموا الشرطة والاسعاف. وطبعا كران مش مصدقهم ومش هيمشوا من هنا الا لما يلاقوا باقي الشباب. ولكن فجأة السفاح ظهر وهجم على كران، ولكن لقت ايامي صخرة صغيرة وخدتها ورمتها على السفاح، وحاولت انها تنقذ كران، ولكن السفاح اتضايق وخد الصخرة وهجم على ايامي وحطم وجهها وقتلها. ولكن السفاح بص على كران اكنه يعرفه وجري بعد ما قتل ايامي. وكران هياخد الشباب وهيوصلوا للباب وهيمشوا من هنا، وقال لهم انه مجرد محامي وهو مش صاحب المبنى، لانه فيه ست اشترته وادت لكران فلوس كتيرة عشان يشرف على البيت، وما بيشوفهاش غير كل سنة، ومحدش بيدخل القبو ده خالص. وفرحوا لما وصلوا لباب الخروج وخرج كران وتومي، ولكن السفاح عمل فخ لسوزي وهجم عليها وخطفها، وراح تومي للباب وهيروح ينقذ سوزي، ولكن السيد كران حذره وهم مش هيقدروا على السفاح ولازم يكلموا الشرطة، ولكن تومي مهتمش وهيروح ينقذ سوزي. والسفاح هيعذب سوزي قبل ما يقتلها، وجاب مسامير ودقها في ايدين سوزي، وبعد كده قتلها وبدمها بيرسم العلامات الشيطانية. والسفاح مستمتع ولكنه شاف تومي اللي حاول يهجم عليه، ولكن تومي فشل والسفاح حصره وقتله. والسيد كران مش هيساعده طبعا لان السفاح الشيطان ده هي بنته، وكران عنده بنتين توأم، والشباب ولعوا في واحدة والتانية بتنتقم لاختها التوأم. وكران ومراته خلفوا التوأم، ولكن الشيطان سيطر عليهم، والام حبستهم في القبو عشان تحمي الناس من شرهم، ولكنهم هجموا عليها وكلوها. والاب كران حبسهم في القبو، وكل فترة بيسلمهم ناس عشان ياكلوهم، وهو اللي فتح باب القبو عشان يخلي صديقهم المقنع يدخلوا. وبالتالي الشباب هيتتبعوه وهيقابلوا التوأم وهيقتلوهم. وكران بيدور على كايل اللي الشباب قالوا انه مصاب، وكران لقاه، وكايل كان فاكر ان الراجل العجوز هيساعده، ولكن السفاح ظهر مع كران كمان وهيخلي الاب يولع في كايل عشان ينتقم لبنته التوأم. وقبل ما يقفل كران باب القبو على بنته الشيطانية لقى قطة سوزي وهياخدها عشان يربيها، وكمان هيفتكر عن طريقها الشباب اللي بنته الشيطانية قتلتهم. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.